حلت الفنانة ليزا الساعات الماضية ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، واستعادت ليزا ذكريات الدور الذي لعبته في طفولتها في فيلم كراكون في الشارع مع النجمين عادل إمام ويسرا. كشفت ليزا: يسرا يا حرام كانت قاعدة على العربية الكارو اللي بتشيل عليها الخضار، والعربية الكارو دخلت في الحيطة ورجلها اتزنقت ولونها بقى أزرق، وقالوا نبطل تصوير، لكن قالت عادي دي رجلي مفيش حد شايف، وكمل التصوير عادي ولا كان حاجة حصلت. أضافت ليزا: عادل إمام ويسرا علموني ألعب كوتشينة، وما كانش شغلي إني كنت بروح الشغل معاهم عشان أضحك وانبسط. وأضافت ليزا: عادل إمام ويسرا علموني ألعب كوتشينة، ما كانش شغل، أنا كنت بروح الشغل معاهم عشان أضحك وانبسط. تابعت: عادل إمام عظيم وقلبه طيب وبيحب الناس، كان يسلم على الناس بالحضن ويبوس راسهم. يعتبر دور ليزا في مسلسل هند والدكتور نعمان أمام الفنان الراحل كمال الشناوي من أشهر أدوارها التي لا يزال الجمهور يتذكرها به.